انتي تعالي. ايوه انتي، هقولك حاجه مهمه. عارفه ان انتي بقالك كتير قوي بتدوري على حاجه تخلي وشك صافي، ما فيهوش بزابيز، ما فيهوش حبوب. بجد موضوع الحبوب في الوش ده مهما كنتي قمر بيخليكي تبصي في المراية عينك بتقع فورا على الحباية، ولا بتشوفي جمال عينيكي ولا مناخيرك المنمنمة ولا شفايفك القمر ولا اسنانك الحلوة ولا رسمة وشك اللي مفيش زيها. لا خلاص، اول ما عيني بتقع على الحباية بتقفل. طب وهنفضل كده كتير؟ لا. خلاص انا جبتلك حل نهائي نهائي، متجرب كتير وعندي ريفيوز كتير جدا جدا لناس حبوبها اختفت تماما وبشرتها بقت ليس وناعمة من غير ولا حباية. الأهم من كل ده إن الحل ده طبيعي 100%، ولا هديكي بقى حاجات تقعد يعني تحرق وتهري في بشرتك ولا مواد كيميكال ولا الكلام ده. الحل في مجموعات ماسك الديتوكس اللي موجودة عندنا. والديتوكس من الحاجات اللي انا كصفاء غنيم فخورة جدا جدا بجد والله العظيم انها انتاج شركتي. من كم الريفيوز الحلوة ان قد ايه الناس لما بتستخدم بتبقى موهومة بالنتائج. ايه يا جماعة ماسك الديتوكس ده؟ كلمة ديتوكس يعني التنقية من السموم، والماسك ده بينقي بشرتك من كل السميات او من كل السموم اللي فيها علشان تكون ناضرة، تكون جلوي، تكون بتلمع. والاهم من ده ان انا عندي ماسك الديتوكس الاخضر ده فتاك للحبوب، بيقضي عليها، بيفرم الحبوب من الاخر. بتستخدميه مرتين في الاسبوع. طريقته سهله جدا، هو عباره عن حاجه عارفه عامله زي بودر كده من طمي البحر الميت. عارفين قد ايه هو مفيد للبشره اصلا كتفتيح وكتنعيم وكتوريد وبيقفل المسام. وعشان كده احنا عاملين كمان اتنين تانيين دول للناس اللي ما عندهمش حبوب، بس عشان انتي عايزة تخلي بشرتك جلوي وبتلمع وبلاطة كده ناعمة زي بشرة الأطفال. لازم تخليهم في الروتين بتاعك إن شاء الله يا رب مرة واحدة في الأسبوع، هيفرقوا معاكي جدا. ماسك الديتوكس الأخضر بيقضي على الحبوب تماما. عفوا، انا بصوا شرقت حته شرقه وانا بسجل الفيديو، مش عارفه مين اللي بيجيب في سيرتي. بصوا عيني عملت ازاي. عفوا على صوتي بقى. ماسك الديتوكس بتاخدي منه معلقة واحدة وبتعجنيها بمية عادية او مية ورد، تمام، وبتحطيها على اماكن الحبوب. انسي الحبوب تماما. كل حبوبك اللي تحت الجلد هتلاقيها ابتدت تطلع وتظهر من كتر ما هي مش هتستحمل كمية التنظيف العميق اللي بيحصل لها، هتطلع كلها وبعدين هتنشف وتختفي تماما. على ضمانتي انا صفاء غنيم.